السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. فاكرين الفيديو اللي انا كنت عاملاه في السوق، اللي هو كنت بجيب فيه البط والحمام؟ واحدة كاتبالي في التعليقات: احنا ازاي نعرف الحمام الزغلول من الحمام اللي هو الكبير؟ الحمام ده يا حبايبي، ده اللي هو ريشه كبير ده ما نشتريهوش اهو. ده اهو، هو ده لسه صغير برضو، ريشه لسه طالع، بس ما نشتروش. دي رجلها كده ما فيهاش شعر، ده حمام بلدي، ده اسمه حمام بلدي اهو. اما الحمام ده بقى يا حبايبي اهو، ده بقى الزغلول الصغير، ده اللي احنا نشتريه. ده هو اللي احنا نشتريه، نحشيه بقى عند السفروز، بيبقى جميل. دي حمام قطاوي، رجليه فيها ريش طويل اهي. حبايب قلب اللي ما بيعرفوش في الحمام، او الحمام ده يا حبايبي اهو، دي اسمه حمام قطاوي، ده انضف حمام يا جماعه. يعني قليل لو لقيتيه في السوق يا عالم، لو لقيتيه في السوق ممكن تلاقيه عند ناس تانية توصيه بقى وصاية. ده اسمه حمام قطاوي، انضف حمام ده القطاوي ده. وبصوا يا حبايبي اهو، ده لسه زغلول اهو، لسه زغلول اهو زي العسل. شايفين؟ سامعين صوته؟ وسامعين صوت دي صوتها بيبقى يعني كبير شويه، ده صوتها لسه صغير اه، ولسه صغيره، ريشها مش طالع اهي يا حبايب قلبي. وتبص حلوة في جسم الحمامة، لقيت الجدرة اللي هي الحبوب الصغيرة دي ما تجيبهاش، تبص في جسم الحمامة حلوة قوي. لقيتها جسمها حلو زي الفل زي دي كده، تجيبيها اهي. ولا فيها بقى حاجة حشرات، ولا فيها اي حاجة وحش اهو يا حبايب قلبي. ولا فيه جدرة ولا حاجة. انتوا عارفين الصيف طلع والجدرة هتلاقيها ياما، والجدرة ياما دلوقتي في الحمام وفي الفراخ وفي الرومي وفي الحاجات دي يا حبايبي الحمام اللي احنا نشتريه. اما دي لا، دي هتطير بقى، دي بدأت تطير. في الاكل تبقى حلوه، بس تتسلق بقى تبقى حلوه، بس دي احلى، دي احلى، دي الزغلول النضيف اهم يا حبايبي. وريتكم شكل ده وشكل ده. واي خدمه حبيبه قلبي، انا مش فاكره اسمك قوي، حبيبه قلبي اللي طلبت مني الحمام، انا حبيت اجيب لك الحمام اهو علشان تشوفوا الفرق بين دي وبين دي اهو يا حبايب قلبي. دي نشتريها ودي لا، القرش طويل ده لا اهو. هي حلوه برضو بس دي احلى، دي هتطير بقى، هتطير بقى وتطلع، بدأت تطير اهي. شايفين اهو يا حبايب قلبي؟ بسم الله ما شاء الله، شكلها جميل اهي حلوين. الطاوي اللي رجليه فيه الشعر، رجليه فيه ريش، اللي رجليه فيه ريش زي دي كده اه، جميل جميلة. شايفين شكلها حلو ازاي؟ اللهم صل على النبي. وريشها يا دبك يا حبايبي، ريشها مش طالع اهو. احلى اكل بقى الحمام القطاوي اللي ريشه طويل في رجليه ده. يلا يا حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة على اليوتيوب باسم منوعات نهى رزق، البيج بتاعتي على الفيسبوك باسم يوميات نهى رزق. لايك وشير بقى يا حلوين، لايك وشير يا حلوين لاختكم ام الاء. واي حد عايز اي سؤال في اي حاجه عن الاكل عن الطيور، انا تحت امر، اكتبوا لي في الكومنتات وانا اجاوبه على طول. عايزين تشتروا البط، تقول البط ان هون تجيب برضه، تجيب البط السوداني، تشتري البط اللي وشها حمرا، بتبقى شمورت، ما بتبقاش كبيره. لكن البطه اللي تلاقي وشها باهت دي بتبقى كبيره في السن، عتقيه، ما تستويش وتبقى لحمتها مش حلوه. لكن الحاجه الصغيره يا جماعه بتبقى لحمتها جميله اهو. يلا يا حبيب قلبي، ليك وشير بقى يا حلوين علشان غيرنا يستفاد. يا انا اتمنى يا حبيبه قلبي اللي علقت لي على فيديو الحمام ده تسمع الفيديو ده وتعرف بقى ان الحمام الزغلول الحلو ده هو اللي احنا نشتريه عشان الاكل. حلوه قوي، انا هذبحهم دلوقتي اه. حلوه جميله، دي لسه بدأت تطير اهي، هي لسه بدأت تطير كده. لايك وشير بقى يا حلوين، عشان هعمل لكم فيديو بقى على الحمام ده، واعمله لكم بقى محشي كده بالرز البسمتي، واظبط لكم الدنيا كده. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يلا يا حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استودعكم في رعايه الله،
وباي باي يا حبايب قلبي، مع الف سلامة.